إذا متابعينا الكرام غادي نشوفوا واحد الفيديو الآن، واستعدوا للخوف. استعدوا لأنه فيديو مخيف، فيديو مخيف للجنود الجزائريين وهم يستعرضون مهاراتهم في أكل العقارب. شوفوا معايا متابعينا الكرام هذا الفيديو ثم معكم بالتفاصيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدا واحد القضية، واش هذا شكل ديال الجندي هذا بعدا؟ واش عندكم نقص التغذية لهذه الدرجة هذه؟ واش لهذه الدرجة عندكم نقص التغذية؟ ما علينا. دابا هادو جايبين الجنود دايرين زعما استعراض وجالسين كياكلوا في العقارب. جالسين كياكلوا في العقارب. شي حاجة واعرة يا خو. حنا عندنا جنود كياكلوا العقارب يا خو. دابا بغيت نفهم واحد القضية. دابا في الحروب الحديثة هو الجندي الجزائري في أرض المعركة، قنابل الروينة والقصف وما إلى ذلك، طائرة مسيرة كاميكاز جاية تستهدف الجندي الجزائري، قاصدة الجندي الجزائري. دابا هاد الجندي الجزائري واش غادي يخرج عقرب وغادي ياكلو، وديك الطائرة المسيرة غادي تمشي في حالتها؟ يعني أكل العقارب سوف ينقذ الجندي الجزائري من الطائرة المسيرة ولا ما فهمتش؟ ما معنى دابا انك تجيب جنود وتوكلهم العقارب في 2025؟ ربما هذه المسائل كانت تصلح في الحرب العالمية الثانية، لربما كانت تصلح للدعاية والبروباغندا في الحرب الباردة في السبعينات في الستينات. 2025 يا مساخات مازال كديروا في راسكم هذه الحالة هذه. 2025 مازال كديروا في راسكم هذه الحالة هذه. شو مكحل داير الكحول في عيني، مكحل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الحالة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليكم واش دابا هادو غادي يدخلوا في حروب ديال الذكاء الاصطناعي والحروب ديال المسيرات والحروب ديال حروب الجيل الحديث والحروب فيها المسيرات ديال الاف بي في دابا فهموني واحد القضية. دابا